تتخطبوا. ممكن تكون انت وهي انتوا الاتنين دلوقتي بتسمعوا المقطع ده والدقيقتين دول وانتوا قاعدين على كافيه، او انتوا قاعدين على الكورنيش، او انتوا الوقت على الشات وفجأة جالكوا المقطع ده. حد بيحبكوا بعته لكم، او خارجين لسه كنتوا مع بعض امبارح ولسه عايش في نشوة جميلة ولسه عايشة في جو جميل. انا بسألك سؤال واحد بس، انت وهي مخطوبين ولا نفسكوا تتخطبوا؟ انا هكلمك انت الاول يا غاليه، هكلمك انت الاول، لان معظم معلش يا رجاله دقيقتين بس، معظم الكابلز اللي قاعدين مع بعض دلوقتي في كل حته معروف ان الاولاد الاصل فيهم والشباب الاصل فيهم ان هو بيتسلى، انما البنات بتبقى واخده العلاقه على اعصابها وعلى مشاعرها. عشان كده بكلمك انت الاول يا غاليه، خدي بالك لو العلاقه دي حرام ربنا مش هيبارك في الحرام ابدا. قولي له انت راجل، اوعى تلعب بمشاعري، انا مشاعري مش لعبه، انا مستقبلي مش لعبه، انا مش لعبه. وانت راجل ما تلعبش بيا، يا اما تتقدم يا اما تتقي ربنا في مشاعري، وما تسيبش جرح في قلبي طول عمرنا لو انت ما كنتش من نصيبي. ممكن تتصدمي في اجابته ليكي لما تكلميه بجد، ممكن تعيطي ويجي عليكي ليالي تعيطي تتمنى انك تسمعي صوته او تسمعي منه مكالمه، ولكن قولي لنفسك ساعتها اتصدم الوقتي احسن ما اتصدم بعد سنتين ثلاثه. عيطي ليله الوقتي احسن ما تعيطي العمر كله. انا مش ضدك، انا اكتر واحد في الدنيا نفسه انك تعيشي سعيده، والا انا بكلمك الوقت ليه؟ بس انا عايزك تطلبي السعاده صح، انا عايزك تطلبيها صح. لو العلاقه دي حرام ربنا مش هيبارك فيها حتى لو جه بعدها جواز. خدي بالك، الشاب اللي انت قاعده معاه الوقت ده الشاب اللي انت بتكلميه الوقت ده اللي جنبك ده يا اما عايزك بجد يا اما مش عايزك. لو الشاب عايزك بجد ونفسه ان فعلا يتجوزك بجد، ما ترخصيش نفسك قدامه من الوقت. كل لمسه ايد، كل نظره عين، كل خروجه قلت لمامتك ده انا رايحه الجيم، او رايحه يا ماما لصاحبتي، او رايحه لدرس، او كل مرة انت بتسحبي من رصيد ليكي بعد الجواز، وهتدفعي ثمن كل خروجة بعد الجواز. فخدي بالك ما ترخصيش نفسك من الوقت. لو الشاب اللي انت قاعدة جنبك الوقت ده الشاب الغالي ده لو مش عاوزك، خدي بالك ان انت مشاعرك ونظرة عينيكي ولمسة ايديكي وكلام الحلو من لسانك كل ده مش ملكك، ده ملك زوجك وصاحبك وحبيبك اللي هيجيلك في يوم من الايام في المستقبل. فانت الوقت بتخوني زوجك من قبل ما تشوفيه، وممكن يكون عشان شاب انت مش فارقه معاه كتير. انا بكلمكم انتوا الاتنين بصراحه، انا دلوقتي بتكلم معاك انت الوقت يا غالي. انت يا اما عاوز البنت اللي انت خارج معاها الوقت دي، اللي انت قاعد معاها على شط البحر الوقت ده اللي انت راكب معاها العربيه ده اللي انت بتشيت معاها ده اللي انت بتتكلم معاها بقالك ساعتين بالليل الوقت ده ممكن البنت ده تكون انت عاوزها بجد، نفسك تخطبها بجد، نفسك تتجوزها بجد، وممكن تكون مش عاوزها. لو انت عاوزها انا اقول لك كلمه واحده بس، اللي انت عايزه من ربنا في الحلال اوعى تاخده في الحرام. اللي انت نفسك تتهنى بيه في الحلال اوعى تستمتع بيه في الحرام، اوعى. لان لو ربنا سبحانه وتعالى عاقبك على الحرام، على استعجالك للرزق في الحرام، اصل هي لو رزقك هتاخدها، فانت استعجالك عليه بالحرام انت مش بتاخد حاجه من ربنا غصب عنه. اوعى تفتكر انها في ايد نفسها ولا في ايد ابويا، في ايد ربنا سبحانه وتعالى. عايز اطلبها صح، اطلبها من ربنا، اطلبها من ربنا. انا معيش امكانيات، احنا والله العظيم لو انت طلبتها من ربنا بطاعته، والله العظيم لو انت طلبتها من ربنا بحقها وخدت بالاسباب ونزلت واشتغلت والدنيا مقفله قدام الشباب كلهم، والله العظيم لو انت صادق ونفسك انك تتجوزها بجد وطلبتها صح ونزلت واشتغلت واتقيت ربنا وما عصيتش ربنا معاها وما عرضتش مشاعرك ومشاعرها لان هم يتحطموا، لان 99% في علاقات ما بتكملش. لو انت صادق ربنا هيجوزها لك، الا لو انتوا فعلا مش الخل لبعض وربنا عين لكل واحد منكم الاحسن من التاني. حبيب قلبي الموضوع مش مجرد مشاعر حبيبي. تخيل شاب كده انا عايز اسافر امريكا، انا هموت على امريكا، انا لو ما سافرتش امريكا اضيع. طب حبيب قلبي انت خدت اللوتري؟ لا ما فزتش في اللوتري. معاك جرين كارد؟ لا طبعا معاكش جنسيه من باب اولى. طيب انت معاك فيزا؟ لا ما ادوهاليش في السفاره. طب انت حاجز في طياره او سفينه؟ لا المركب الصغننه ده المركب الصغننه اللي بصطاد بيها في الترعه اللي جنب بيتنا ده هتعمل بيها ايه؟ هعدي بقى المحيط الهادي، هعدي بقى من افريقيا لحد امريكا.
ازاي يا ابني المركب دي طب في مجدفين؟ لا مفيش مجدفين. امال انا هجدف بايدي، انا هصارع الدنيا. حبيب قلبي بس بالراحه، انت هتتحطم. انت مركبها في مركب لا فيها مجاديف، ولا انت عارف انت رايح فين، ولا معاك اسبابها. انت بكره هتبقى اكبر شنخ في قلبها مدى الحياه. هتبص لك في يوم من الايام وهي مع راجل تاني اتدخل بيتها من بابه واتجوزها، هتبص لك وقلبها بيتشرخ. هتبقى قاعده مع زوجها وبتفكر فيك انت، وخلاص قصه وانتهت. الا لو قلبت بقى والعياذ بالله يعني خيانه، وده لا انت ولا هي، انت اغلى من كده وهي اغلى من كده. خد بالك انت في يوم من الايام هتشوفها وهي مع راجل تاني دخل البيت من بابه وقلبك هيتشرخ. حبيب قلبي ما تحطمش مشاعرك، اطلبها صح، اطلبها من ربنا، خد بالاسباب اللي ربنا يعينك عليها، ولو صادق ربنا هيعينك، ولو اتقيت ربنا فيها ربنا يعينك. اطلبها صح. انما كده احنا بنحطم قلبنا وخلاص. طب افرض ما انتش عايزها، افرض انت بتتسلى، افرض انا حبيت وانت اتسليت، افرض ده الواقع اللي موجود. خد بالك سلف ودين، بس مش هيترد من فلوسك، هيترد من عرضك. مراتك اللي انت هتتجوزها بعد 5 سنين 7 سنين 8 سنين قاعده دلوقتي في هوت كول مع شاب بيقول لها نفس الكلام، لامس ايدها وماسك ايدها نفس المسكه، حاطط عينه في عينيها بنفس الطريقه، بيقول لها نفس الكلام الجميل. دي مراتك، وممكن اكتر من كده كمان لو انت مديت ايدك اكتر من كده يعني، ولو زدت لزاد السقه. ده سلف ودين بيترد من العرض. ربنا اسمه الديان، كما تدين دودان، واللي انت بتعمله في عرض الناس هيترد من عرضك. خد بالك. فلو انت عايز ما تتاذيش في عرضك، ما تاذيش البنت دي في قلبها ومشاعرها، ولا تاذي اهلها في عرضهم. يا شباب، يا غالي يا غاليه، انا نفسي ان انتوا تعيشوا سعداء، انا مش ضدكم. اكتر حد نفسه ان انتوا تبقوا سعداء هو اللي بينصحكم بجد تبقوا سعداء ازاي. ولكن اطلبوا السعاده صح، ولكن اللي انتوا عايزينه من ربنا في الحلال اوعوا تاخدوه في الحرام، لان بسبب انكم خدتوه في الحرام ربنا ممكن يعاقبكم ويحرمكم منه في الحلال. خدوا بالكم ان لو العلاقه دي حرام ربنا مش هيبارك فيها. ربنا كريم وربنا طيب وربنا جميل. ربنا مش ضد مشاعركم ولا ضد فرحتكم ولا ضد سعادتكم، ولكن ائتوا البيوت من ابوابها. يا رب، يا رب لو انتوا الخير لبعض تبقوا من نصيب بعض. يا رب، يا رب لو انتوا الخير لبعض ربنا يذلل لكم كل العقبات ويهون عليكم كل المصاعب ويلين قلب اهلك واهلها وتبقوا من نصيب بعض. يا رب، يا رب لو اتقيتوا ربنا في بعض، يا رب لو انتوا فعلا اتقيتوا ربنا في العلاقه مع بعض، ما عصيتوش ربنا، ربنا ييسر لكم كل امر ويذلل لكم كل عقبه بكرمه ومنه يا رب العرش الكريم. واسف ان انا خدت من وقتكم دقيقتين، جزاكم الله خير.